سؤال دايما بيطلع وقت الفرش: نجيب عفش جاهز ولا الأفضل نعمله عمولة؟ السؤال ده بيتكرر كتير فعلا. فالنهاردة كده هنبص بصة سريعة على فيديو متخصص في الموضوع ده، نحاول نفهم الفروقات الأساسية يعني. عشان نساعد الناس تاخد قرارها. تمام قوي. مهمتنا نفهم المزايا والعيوب كمان لكل نوع. خلينا نبدأ بالجاهز اللي هو بنشوفه في المعارض ده، مقاساته معروفة يعني. تمام. بص، النقطة الأساسية هنا واللي الفيديو بيركز عليها هي التكلفة. الأساس الجاهز ده غالبا بيكون أرخص. أرخص ليه بقى؟ منطقي جدا. لما المصنع أو الورشة بتعمل كذا قطعة مع بعض كميات يعني، ده بيقلل تكلفة الخشب والماتيريالز وأجرة الصنايعية لكل قطعة لوحدها. زي إنتاج بالجملة كده. بالظبط. الفكرة كلها في كفاءة الإنتاج بالكميات دي، فالسعر النهائي للمستهلك بيكون أقل. ده كلام معقول جدا موضوع السعر، بس يعني المشكلة اللي بتقابل ناس كتير بقى المقاسات. هي دي بقى. دايما نلاقي قطعة شكلها تحفة، بس يا إما كبيرة على الأوضة يا إما أصغر من المكان المخصص ليها، بالذات لو الشقة تصميمها فيه حتة مش مظبوطة أو عمود أو كده. صحيح. والفيديو بيقول إن صعب قوي، يعني شبه مستحيل تعدل في مقاس قطعة جاهزة خلاص اتصنعت وخلصت. ما هو ده عيبه الأساسي يمكن. وهنا بقى بتيجي قوة الأساس العمولة، ده بقى عالم تاني خالص. إزاي بقى؟ المصدر بيوضح إن الميزة الكبيرة هنا هي التفصيل على المقاس، زي ما تقول كده ترزي الأساس. يعني إيه ترزي الأساس؟ يعني لو في مساحة معينة شكلها غريب شوية، أو عمود في النص، أو حيطة مايلة، أو محتاجين نستغل كل سنتي بالظبط، العمولة هو اللي بيحقق ده. النجار بياخد المقاسات وبيعمل القطعة مخصوص عشان تركب في المكان ده بالملي. ياه، ده الموضوع كبر أهو. يعني مش بس المقاسات بقى، ممكن كمان نختار الشكل واللون والخامة. أكيد أكيد. دي يمكن أهم ميزة كمان. عايز درجة لون معينة تمشي مع الستاير والدهان، عايز نوع خشب معين أو قماش معين للأنتريه. شفت تصميم في صورة وعجبك؟ أقدر أعمله زيه؟ طبعاً. بتوريه للنجار وهو بينفذهولك. بيشتغل على القطعة دي مخصوص عشان تطلع زي ما انت عايز بالظبط. آه. دي حاجة حلوة أوي بصراحة. بس أكيد الموضوع ده ليه تمن، ومش كده؟ الفيديو قال إيه عن النقطة دي؟ أكيد ليه تمنه. الفيديو كان واضح جدا إن العمولة عادة بيكون أغلى وبياخد وقت أطول بكتير كمان. أغلى ليه؟ عشان الشغل اليدوي ده. بالظبط. ده شغل فردي قطعة قطعة. مش بس وقت التصنيع نفسه اللي بياخد وقت، لا ده كمان الوقت اللي بتقضيه في اختيار التصميم والخامات ومتابعة الشغل مع النجار خطوة بخطوة. مم. كل قطعة بتتعامل كأنها مشروع لوحدها من الألف للياء، وده طبيعي ينعكس على السعر وعلى الوقت المطلوب للتسليم. يعني الخلاصة السريعة كده من الفيديو ده: لو الواحد أولويته الوقت والفلوس والميزانية محدودة، يبقى الأساس الجاهز هو غالبا الاختيار العملي أكتر، صح؟ تمام، سريع وممكن تلاقي حاجات سعرها كويس. لكن بقى لو الأهم هو المقاسات المظبوطة بالظبط والتصميم اللي في دماغي أنا، ومستعد أدفع أكتر شوية واستنى وقت أطول، يبقى الحل هو العمولة. هو ده بالظبط. طيب كل ده معناه إيه في الآخر؟ معناه إن الاختيار مش بس فلوس ومقاسات. لا طبعا. بيعتمد بشكل كبير على أولويات كل واحد فينا وظروف بيته واحتياجاته إيه الأهم بالنسبة له. وده بصراحة يخليني أفكر في حاجة تانية: هل ممكن الاختيار ده بين الجاهز والعمولة يقول حاجة عن شخصيتنا؟ إزاي يعني؟ يعني هل هو مجرد حل لمشكلة مساحة أو ميزانية وخلاص؟ ولا ممكن يعكس رؤيتنا لبيتنا ده على المدى البعيد، إزاي بنحب نعيش فيه؟ امم دي نقطة عميقة فعلا. ممكن جدا. هل بنشوف البيت كمكان عملي وسريع، ولا كمساحة شخصية بنعبر فيها عن نفسنا حتة حتة؟ بالظبط. نقطة حلوة وتستاهل نفكر فيها شوية.